مساء الفل يا اسلام، عامل ايه؟ كله حلو. ازيك يا مبسوط قوي انك معايا. انا كمان والله. انت عامل ايه؟ انا حلو زي الفل، وحشني. عرفنا لنفسك كده سريعا للي ما يعرفكش، يعني اللي ما عندوش ويكيبيديا ولا جوجل ولا بيتفرج على التلفزيون ولا اي حاجه. انا اسلام جمال جيمي، بيرفورمانس دايركتور لنادي بيراميدز. اشتغلت قبل كده في اكتر من نادي بره مصر وهنا في مصر. بره مصر زي المنتخب الامريكي الاولمبي وسيناجيرو الكولومبي وريال مدريد كاليفورنيا، اتحاد عمان، المريخ السوداني، بعد كده استون فيلا، برمنغهام، بعد كده زد المصري وبيراميدز. انت لفيت لفه حلوه. لفيت لفه كويسه. طب خدت منها خبرات حلوه. وشايف نفسك دلوقتي، يعني اشرح لنا شغلانتك عباره عن ايه للي مش فاهم. هي انت مسؤول عن ايه في الانديه؟ بص، هو انا في الاول كنت مركز ان انا ابقى مخطط احمال بس، فلما جيت مصر لقيت الموضوع بتاع تخطيط الاحمال مهضوم حقه او مهدور حقه، يعني زي ما بنقول باللغه العربيه الفصحى. فاهدار الحق بتاع موضوع الفتنس او تخطيط الاحمال ده زعلني كتير، فخلاني اخد دايركشن تاني، ان انا اكون بيرفورمانس دايركتور، ان انا يكون عندي ديبارتمنت، عندي مجموعه بنتحكم، بنقدر نعمل برنامج للموضوع البدني والموضوع الاداء الحركي والمرتبط بالفني في الملعب. فاحنا خدنا الحته دي وبقيت اشتغل في كل الانديه دلوقتي، بيبقى معانا كرو بنشتغل مع بعض، ما بيبقاش واحد بس اللي بيشتغل. وده في كل الانديه دلوقتي بتلاقي مخطط احمال واحد او بيقولوا عليه معد بدني. هو في فرق بين مخطط احمال والمعد البدني. مخطط الاحمال بيبقى هو الليدر ومعاه معد بدني هو اللي بينفذ الكلام ده على ارض الواقع، وساعات الاثنين بيعملوا ده، وبيشتغلوا في الجيم وبيشتغلوا بره في الملعب. بيبقى في خطه وخريطه كبيره في المجال بتاع الفتنس. عشان كده انا خدت حته البرفورمانس دايركتور، على اساس ان اما بنشتغل في نادي بيبقى تحتينا ناس 4 أو 5 بيبداوا يتعلموا. ده بنقدر ننشر الوعي والثقافه بتاعت الفتنس او البرفورمانس عموما في الشرق الاوسط ومصر. كل الانديه في مصر فيها بيرفورمانس دايركتور؟ لا. ايه الانديه اللي فيها؟ احنا اعتقد زد، عشان احنا عملنا ده في زد. كنت في زد. وعندنا في بيراميدز، ومش عارف الاهلي ما عندهمش تقريبا بيرفورمانس ديبارتمنت، عندهم مخطط احمال، عندهم معد بدني ورهاب وكل حاجه، بس ما عندهمش ديبارتمنت. طب لو نادي فيه بيرفورمانس دايركتور، بيفرق في ايه عن مخطط الاحمال؟ يعني ايه الحته الزياده اللي هتبقى موجوده فيه؟ التخطيط. مخطط الاحمال هو بيبقى ريليتد قوي للملعب، والبرفورمانس دايركتور هو اللي بياخد من مخطط الاحمال وبياخد من اللعيبه وبياخد من الميديكال ديبارتمنت اللي هو الجهاز الطبي، وبياخد من الرهاب الناس اللي بتعمل اعاده تاهيل، وبيوصل كده للكوتش وبيوصل الافكار ببعض. بيبقى عنده داتا عن كل لاعب، بيبقى عنده داتا عن السيزون اللي قبل والسيزون اللي بعد، عشان لما يجي حد تاني يجي حتى بعديه ويمشي ويسلم النادي، يسلم النادي بداتا ويكمل ورا بعض. يعني احنا مصر فيها 100 مليون نسمه، فيها 100 مليون محلل و100 مليون مدرب، وكله قاعد على القهوه يقعد يقول لك دخل ونزل وازاي طلعت فلان. والحكايه طلعت مش بس فلان بيلعب حلو فلازم تنزله، وفلان بيلعب حلو ما ينفعش تطلعه. الموضوع طلع اعمق من كده بكتير يعني. فقول لنا ازاي شغلك ممكن يأثر فنيا، ممكن يأثر في تغيير، ممكن يأثر في التشكيله الاساسيه، يعني بما انه طلع موضوع كبير. زي ما قلت لك الحته دي احنا بنكونكت مع المدير الفني، فبنعرف الستايل بتاعه بيحب يلعب ازاي. في مدربين بتحب تلعب ضغط عالي، في مدربين بتحب تلعب ضغط عالي من جزء، يعني من ناحيه واحده، وتعمل كومباكت جيم في حته ثانيه. فبيبقى محتاج حاجات معينه في التدريب، فبنقدر نعمل عليها بقى. بيبقى عندنا من بدايه الموسم بقى بنعمل مايكرو سايكل وميزو سايكل وبلوكات، حاجات كده ديتيلز داخله قوي في الفتنس. فبنعرف المدرب عاوز ايه، وعلى اساس المدرب الستايل بتاعه عايز ايه نقدر نعمل ده. ما يكونش مثلا المدرب بتاعك بيلعب هاي بريس وانت عامل له اللعيبه اللي هم جامدين جدا في الالتحامات بس. اوكي. انت لازم تعمل له اللعيبه جامدين جدا في الدوال في الالتحامات، ويقدر يعمل سبرنتات اللي هو يعمل هاي بريس ويقدر يرجع مكانه تاني، ما يعملش السبرنت ويقف مكانه هيتضرب كده في ظهره. يبقى المدرب كده احنا بنخونه، احنا ما عملناش حاجه كويسه. احنا بقى دلوقتي في الحته البدنيه بنقدر نعمل ده. المدرب عايز كذا، لا احنا نظبط لك كذا 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 كذا. ده بيكون تكنيك لعبه عامه ولا الماتش اللي جاي هيلعب ازاي؟ هو بيبقى التكنيك عموما الستايل بتاعه في المجمل بيحب يلعب كذا. أوكي. اما بتاع الماتش دي بقى احنا بنبدا مثلا الماتش اللي احنا اللي جاي مثلا كمان 10 ايام او 7 ايام، عندنا ماتش هيتلعب دلوقتي وعندنا ماتش تاني وعندنا ماتش تالت. هو التارجت بتاعه الماتش التالت يكون فيه الالتحامات قويه جدا،
فعايزين نعلي الحته بتاعت الالتحامات، عايزين نكسب الكره الثانيه دايما عشان الماتش ده هيبقى كله كره ثانيه. دي بنبدا نشتغل عليها من قبل الماتش ده بماتشين. الموضوع مش ماتش ولا قبلها بيومين ولا قبلها بيوم، بنبدا نشتغل قبلها من فتره شويه. وطبعا المنظومه في مصر مساعداك قوي انك تعمل الكلام. هي المشكله ما تتكلمش انت في الحاجات دي، خليك وراها، احنا مش هنتكلم في فني ولا اي حاجه، بس انا ممكن اتكلم عادي. يدوس بقى. يعني شايف النظام الجميل بتاعنا في مصر هنا ازاي مش قادر يساعدك في الحته بتاعته. مش هنتكلم في اي حاجه، مالناش دعوه، انت راجل بتاع فتنس، فهنتكلم في حته الفتنس ازاي مش قادر يساعدك. يعني انا على دلوقتي انتظام الجدول والماتشات، وانت مش عارف هتلاعب مين الماتش الجاي ازاي. انا دلوقتي عاوز اعمل بلان طول السيزون للفرقه بتاعتي، فانا المفروض بعمل بلان من شهر كذا لشهر كذا. انا حتى في حاجه حصلت يعني بالصدفه هقولها لك. الشركه اللي متعاقدين معاها في الجي بي اس وقفت الجي بي اس من طب اشرح لنا عشان الناس مش فاهمه. الجي بي اس بالنسبه لهم هو ان انا احط لوكيشن امشي له، فاشرح ايه الجي بي اس. الجي بي اس ده الفيست اللي بيتحط للعيبه، اللي بنشوفه شبه اللي بيبقى لحد هنا اللي سبورتس برا ده، بيتحط فيه ديفايس كده صغير لورا، بيقيس بقى الكيلومتر اللي عملها اللاعب، بيقيس السبرنتات، بيقيس الديسيلريشن اللي هو التباطؤ بتاع اللاعب، بيقيس الباور، بيقيس الكفر ديستانس قد ايه، وبيعمل كله عارفه. وانت اثناء الماتش ما شغال انت بيكون معاك كل الاناليزز ديت وبتبقى عارف. طبعا في لايف داتا وبناخد بيها. هنيجي للحته دي، بس انا عايز اقول لك على اشرح لنا برضه اللي بيتلبس في كعب الرجل دوت ايه هو. طبعا كمل. عدم الانتظام ده ادى الى ان انا كنت في ماتش بحاول اعمل لوج ان على الجي بي اس، لقيت نفسي بره ان انا لازم اعمل نيو سيزون. فهو في اوروبا كل حاجه خلصت، كله خلص. هو اصلا وقفوا لي الجي بي اس السيستم بتاعي، لازم اعمل نيو سيزون. هم لازم يعملوا، هم الغلطانين، لازم يعملوا في السبسكريبشن وانت بتشترك ايه انا ايجيبت اريا فيكون لنا. لا الموضوع بيبقى صعب علينا شويه، بس بنحاول نأقلم نفسنا. طبعا الفريق اللي عاوز ينافس والفريق اللي عاوز يبقى بطل دايما ما يبصش على اي عذر، وده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي. انا عارف ان احنا عندنا ضغط وعندنا جدول يعني غير طبيعي ضغط، وفي كمان فرق اسبوعين في الاخر، بس احنا هنقدر ان شاء الله نعمل حاجه. انا عارف ان الموضوع صعب، بس هنعمل اللي ربنا قدرنا عليه بالعلم والتكنولوجيا، ونحاول في الملعب نعمل ده وربنا يسهل. بس هو الموضوع انا يعني بناشد كتير من زمان قوي، من اول ما جيت مصر لازم يبقى فيه دوري منتظم بمواعيد منتظمه، عشان حتى المدربين واللعيبه تناشد طول العمر. مش المشكله لازم اللعيبه تاخد نفس، لازم اللعيبه تاخد راحه، وده بيأثر قوي فنيا. اهلي بيراميدز واهلي وزمالك والمصري هيلعبوا افريقيا، هيلعبوا في 9. انت دلوقتي هتخلص الدوري 17 8 18 8 ده لو خلص. ده لو خلص، فانت هتعمل ايه؟ هتدي اجازه قد ايه؟ وهتعمل فتره اعداد قد ايه؟ وهتلعب في ماتش 10 9 8 9 مثلا ازاي؟ هي دي المشكله، بيبقى في تلاحم، فبالتالي هتأدي ان في اصابات كتير. دي مشكله كبيره، وما بتاثرش بس على الانديه، بتاثر على منتخب مصر. احمد فتحي كنت لسه بشوف له لقاء من كام يوم، بيقول لك انا مش فاكر امتى اخدت اجازه. مفيش اجازه. قال لك لما في مره اخدت اجازه حسيت ضميري كده مش عارف اقعد، انا كاني هربان من حاجه. لا احمد، ونسبه احمد ده تيشيرت احمد فتحي كنا بنتكلم عنه. عايز اسالك بقى على احمد فتحي، يعني لان هو اللعيب غالبا اكبر واحد في بيراميدز دلوقتي 39 سنه، فانت بتتعامل مع ناس غالبا نص عمره بتتعامل مع احمد فتحي، والاثنين بتدربهم. واحمد فتحي بالنسبه لي ايقونه، ازاي مستمر وبيتدرب، بيلعب ما بيلعبش بيتدرب. فقول لنا الفرق كده في الدماغ بين الاثنين. بص، احمد فتحي العقليه بتاعته عقليه عيل صغير. عيل صغير معناها ايه؟ عنده الشغف كانه لسه ما عملش حاجه. بتاعه كل يوم يخش الجيم بنفس الحركه كده، بيخبط لي على الجيم اسلام انا جيت. منتظم وعارف مواعيده بيجي امتى. يقول لي هنشتغل ايه النهارده، طب هنزود في ايه النهارده، طب انت رايك ايه في الارقام بتاعتي في التمرين اللي فات، طب لما لعبت الماتش رايك ايه النهارده انا عملت ايه، طب جبنا ادوات جديده تساعده زي التراكر دي الووب، فبدانا نتكلم فيها بنعمل كذا، نتكلم بالليل انت لازم تزود شويه في البروتين اللي بتاخده، لازم تزود شويه في الريكفري بتاعك، لازم تزود شويه في النوم عشان نوصل لرقم معين. نيجي في الجيم، يا جيم هنشتغل ايه النهارده، انا ببقى عامل له طبعا برنامج. معظم اللعيبه عاملين برامج مع بعضينا، كل مجموعه على كل احنا زي ما قلت لك احنا ديبارتمنت، فاحنا في اكتر من 3 4 بيشتغلوا، فاحنا بنقسمها كل واحد معاه 4 5 لعيبه، ونبدا كل اللعيبه دي تشتغل على الحاجات اللي ناقصاها او الحاجات اللي هيحصل لها مشاكل، اللي احنا شايفينها ممكن يحصل لها مشاكل فيها، او اللي هم راجعين من اصابه فاحنا عايزين نسكيور المنطقه دي.
احمد فتحي من الناس بقى دي اللي بتشتغل جدا ويوجعوا دماغك قوي على الشغل، فده حاجه حلوه انا بتبسط من ده. غير اللعيبه الصغيره، بس عندنا بصراحه اللعيبه الصغيره دلوقتي بتتبع الناس الكبار، بيحبوا يعملوا ده، ودي اهميه وجود حد زي احمد فتحي. طبعا اللعيبه كان احمد فتحي وعبد الله السعيد هم الايدول بتاعهم، الناس دي بتبقى اول ناس في الجيم. عبد الله لسه منزل صوره 6 باكس موجوده. عبد الله ده دايما بيجي هنا، يعني عبد الله دايما تلاقيه منتظم بيجي هنا، بنسال نعمل كذا ما نعملش كذا، نتدرب كذا. ده اللي انا كنت بسالك عليه، لان من شويه كان في رمضان صبحي معانا، فغالبا رمضان صبحي نص عمر عبد الله وانت بتدرب الاثنين، فاكيد في فرق كبير انت بتشوفه، عشان ده كان سؤالي يعني. طبعا لا، المنتاليتي دلوقتي عندنا بالذات بدانا نغيرها، يعني الحمد لله دلوقتي عندنا لعيبه عارفه ان في فرق، اما بتيجي تشتغل كويس بنعمل كده، اما بيكون في شغل قليل هو نفسه بيحس لا انا عملت في حاجه مش مظبوطه لازم اظبطها، يجي يلا يا جيم احنا هنعمل كذا عشان انا بقالي كتير ما اشتغلتش. اعتقد لانهم كمان شافوا نتيجه الشغل ازاي، وده اللي انا هساله لك دلوقتي. بيراميدز السنه دي مختلف عن اي سنه، كان دايما في حته ناقصه، الحته الناقصه دي غالبا البدني ما كانش بيستمر للاخر، كانوا بيجوا في اخر كام اسبوع والدنيا تهبط. السنه دي مختلف، هل دوت؟ اعتقد اكيد ليه عامل بدني قوي، فاشرحه لنا. المختلف ان احنا مركزين على تفاصيل صغيره، مركزين على الكواليتي بتاع الاستاف، مركزين على الكواليتي بتاع اللعيبه، مركزين على ديتيلز صغيره جدا، فرق يعني فرق كبير جدا معانا منتال، حتى اللعيبه نفسيا حاسين ان كل واحد بياخد حقه، سواء فنيا سواء بدنيا سواء تغذيه. معانا دكتور عبد الرحمن ماشي كويس، معانا في العلاج الطبيعي او الفيزيوس، معانا لويس وحماده وشيحه ودكتور مصطفى عاملين شغل كويس. بنحاول نطور وبنحاول نبقى منظومه مش مصريه، منظومه عالميه، وبنحاول ناخد الانديه المصريه والناس اللي في مصر هنا نعلى بالمستوى، نبقى هاي ستاندرد عشان الناس تعلى معانا ونبدا نتطور في الكره المصريه مش بس عندنا في بيراميدز. طب احنا كنا بنتكلم عن احمد فتحي وانه جيل مختلف عن باقي اللعيبه وان انت بتمرن الاثنين. احنا زمان ما كناش بنشوف خالص، عمرنا مثلا ما افتكرش صوره لابو تريكه ولا متعب ولا بركات في الجيم مثلا. فجيل ابو تريكه وجمعه وبركات والجيل بتاع 2006 دوت مختلف تماما عن دلوقتي العقليه اختلفت، دلوقتي كله بيحب في الجيم وكله عنده 6 باكس وكله فورمه وكله. الفرق بين الاثنين ايه؟ الكوره كانت زمان شويه بتعتمد على مهارتك الاول بعد كده البدنيه، فانت يعني انت بتتكلم على جيل كابتن حسن شحاته، الجيل كان الجيل الممتع، كله بيلعب حاجه كده فنيه، حاجه اللي هو تاخد الاهاب بتاعت الجماهير. زمان الخصم ما كانش بنفس قوه دلوقتي، زي ما انت قلت اللعيبه دلوقتي بتهتم بالجيم، بتهتم بنفسها، بتهتم بالفتنس، بتهتم في الملعب، بتهتم بالتغذيه، الحاجات دي كلها بتفرق، بتخلي الخصم اللي قدامك خصم قوي جدا، فانت عشان بمهارتك بس قدام خصم قوي مش هتقدر تعمل معاه حاجه، فانت لازم دلوقتي تهتم بالحته البدنيه جدا مع الحته الفنيه عشان تقدر تواكب العصر. واحنا شايفين ده في العالم كله دلوقتي، شايفين كريستيانو رونالدو مكمل ازاي، شايفين ليفاندوفسكي مكمل ازاي، شايفين اللعيبه الصغيره زي لامال مثلا بيكمل ازاي، شايفين اللعيبه شايفين اليورو دلوقتي اللعيبه عندها 16 و17 سنه بيقدروا يلعبوا فيرست تيم علشان واخدين على السيستم ده من هم صغيرين، عارفين ازاي يحطوا تمارين بدنيه، مش هم اللي بيحطوا طبعا، عندهم كل واحد برايفت كوتش او حتى في النادي عندهم الديبارتمنت بتاعهم اللي بيساعدهم على كده، ده بيساعد على تطوير الكوره. زمان كان شويه موهبه، دلوقتي الحته البدنيه تقريبا بقت 55 45، وده بيزود طبعا عمر اللعيبه في الملعب يعني. طبعا العمر الافتراضي للاعب بيفرق كتير جدا لما يكون لاعب واقف على رجله، بياكل كويس، واخد باله من صحته، واخد باله من الاربطه بتاعته، بيعرف ياخد الفيتامينز بتاعته عشان الناس اللي حواليه، الكواليتي بتاع الاستاف اللي حواليه، بيعرف يجايد، بيعرف يعملوا له ارشاد كويس ويقولوا له انت لازم تاخد 1 2 3 علشان قدام بعد 5 سنين 6 سنين نلاقي نتيجه ب 1 2 3، فدي بتفرق كتير جدا. وعندنا مثال انا عامل ده مع عبد الله السعيد. عبد الله لما كان شغال معانا كنا بنفصل الجري بتاعه، بيجري ازاي، بيطلع ازاي، بيعمل ريكفري ازاي، وبعد الماتش يبقى ليه ريكفري مخصوص عامل ازاي، الشغل بتاعه مخصوص غير اللعيبه الثانيه، وده اللي بيفرق. انت ما عندكش مخطط احمال او معد بدني بيشغل كله زي بعض، كل لعيب وليه حاجه مخصصه ليه، كل لعيب وليه انديفيدوال اكتيفيشن بروجرام وسنه طبعا بيتعمل له دي ان اي تيست، بيتعمل له داينامو فورس تيست وفال تيست، بيتعمل
تستاك كتير جدا عشان يبقى عندك داتا نقدر نحطها عندنا لكل فايل، فبيبقى عندنا فايل لكل لاعب فنقدر نديله احسن حاجه يقدر ياخدها مننا. طيب زمان برضو ما كناش جيل حسن شحاته اللي بنتكلم عنه، ما كناش بنشوف اصابات كتير. دلوقتي الاصابات زادت شويه، هل ده ليه علاقه بان مثلا الكره زي ما انت بتقول بقت قوه ومعتمده على القوه فطبيعي يبقى في اصابات اكتر، ولا الفتنس دوت والتمارين البرايفت هي سبب الاصابات؟ لان في انديه ما مثلا قالوا لك لا ما حدش يتدرب برايفت. بص هناخدها شقين، الشق الاول الكوره دلوقتي الكوره نفسها بقت سريعه، الكوره ككوره الملاعب دلوقتي بتترش ميه كتير، الكوره بقت سريعه جدا. خد بالك كل ده زمان ما كانش موجود. الخصم زي ما قلت لك بقى قوي وسريع، انت بقى قوي وسريع، خطط اللعب بقت بتختلف من 3-5-2 ل 4-2-3-1 ل 4-4-2، فيها سرعات من على الاطراف، فيها كومباكت جيم في النص. الحاجات دي كلها بتريكواير ان انت يبقى عندك ناس بدنيا جامدين جدا، فده بالتالي الالتحامات السبرنتات الحاجات دي طبعا بتؤدي لاصابات، في اصابات عضليه، في اصابات بتبقى انتكت، حاجات يعني خبطات وكده. يعني انت بتخلي مسؤوليتك من الاصابات؟ لا مش بس انا بهزر معاك، انا بقول لك في ده. انا هجي لك بقى الشق الثاني بقى. الشق الثاني ان هو اللعيب بيتدرب بره. انا مثلا لو حد هيتدرب بره من عندي، لو انا مش مكفيه في النادي، اوكي، ده اللي انا بتكلم فيه. يعني لو انا مش مكفيه في النادي ممكن اتدرب بره، بس هيتدرب بره بعلمي وهيتدرب بره بالداتا اللي انا هديها للراجل اللي هيتدرب معايا. انا بعمل كده في ليفربول، اما رحت لبابي كلارك عملت كونتاكت مع يورجن كلوب ومع اندرياس كورنماير الهيد اوف بيرفورمانس هناك، واتفقنا على برنامج معين هنشتغله وفقا للبرنامج اللي هم حاطينه ليهم. اوكي، فاللعيب خلاص اتحط على التراك الصح. مثلا انت كنت بتتكلم على فتره الاهلي او جيل حسن شحاته عموما. لا فتره الاهلي اللي لغوا اللي محدش يتدرب. ما رضيتش اقول ماشي. لا انا كنت حاضر ده عشان كان كهربا ساعتها بيتدرب معايا. اوكي، وكهربا كان مكمل معايا وانا كنت على اتصال دايم بالناس هناك في النادي وبنعمل كذا، وكابتن خالد وكابتن سيد احنا بنعمل كذا 1 2 3 4 عشان كهربا يرجع 1 2 3 4 ويرجع هداف دوري ابطال افريقيا وهداف الدوري المصري. الموضوع مش فهلوه زي ما قلنا، كلها بالعلم، وكلها بالعلم. لو انت بتتكلم بعلم مع اي حد هو يبقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. الموضوع كله ازاي تعمل اللود يبقى مظبوط على الفرقه وعلى اللعيب بتاعك، وما يكونش هو اوفرلود واللعيبه شويه تحت فهو ياخد لود اكتر يتصاب. عشان كده بنمنع التمرين بره مع اي حد. طيب وانت اتكلمت عن التكنولوجي وازاي دخلت في التمارين والتدريبات بتاعتك، اشرح لنا اكتر التكنولوجي ازاي مساعداك او ازاي بتعطل، ازاي بتستخدمها؟ التكنولوجي بحر، فاحنا هناخد منها اللي احنا يواكب الكوره. مثلا انا دلوقتي بتكلم على الكوره، فمثلا خدنا، انا عندي في بيراميدز اشتغلت بالاي ام اس سوت اللي هي البدله اللي فيها حاجات كهرومغناطيسيه كده تبقى على الفايبرز، فبتبدا تعمل ماسل ماس وبتعمل ضخ دم جامد جدا من غير ما اكون عامل لود على الجوينت. فلما يكون عندي حد مصاب مثلا في الركبه وعايز اشغله مثلا سكواد او عايز اشغله حاجه على العضله الاماميه والخلفيه وعايز يبقى فيه باور وفيه ماسل ماس، انا مش هقدر اخليه يعمل سكواد وكله هيبقى ثباتات. البدله تقدر تديني بوش وتساعدني ان انا بتاخدني من ليفل، مثلا لو بنتكلم اوت اوف 10 بتاخدني من ليفل 0 لحد 5. فانا بقدر اقصر المسافه واديله بنفيت كويسه جدا. ومثلا هديك مثال، لو حد عنده رباط صليبي ما بيقدرش يتمرن وبيعمل حاجات كلها وهو قاعد، البدله دي مثلا ممكن تشتغل بيها وهو قاعد. اوكي، فببدا اخليه كده العضلات بتاعته والفايبرز كلها متحفزه، جهازه العصبي متحفز ان هو بيشتغل، هو مش قاعد، ما بيزيدش في الوزن، واخد باله من الاكل، واخد باله من الرهاب بتاعه. فده حته الجي بي اس الارقام بتاعته بتطلع، بنكستمايز كل حاجه لكل لاعب. انت جريت الماتش اللي فات كذا، عارف جري قد ايه وباصه كام باصه وكام حاجه صح وكام كل الحاجات دي كلها بناخدها نعمل له بقى ريكفري عليها. اللي هو ازاي يعمل ريكفري علشان الجري اللي عمل كمان في مرحله ثانيه. وبعد ما يخلص الماتش انا عايزه يوصل يعمل ريجنريشن عشان يفوق تاني. كل ده بالارقام دي، كل ده هو لابس الارقام دي بيتمرن وبيعمل كذا، واحنا بنتابع في الماتش وهو شغال، بيبقى فيه لايف داتا بنعرف هو وصل لايه، الارقام بتاعته وصل ايه، تعبان ولا مش تعبان. وبدورنا بنقول للمدرب عايز ياخد بكلامنا ياخد، مش عاوز دي تمام. التكنولوجيا فرق كتير معانا كمان دلوقتي، ان في حاجات كتير تكنولوجي. انا في النادي بستخدم ووب وبستخدم جي بي اس، دلوقتي كمان بنزود الووب التراكر دي. فالحاجات احنا دلوقتي بنمونيتور كل حاجه، مش بس هو في الملعب، لو هو في البيت نام ازاي وعامل ريكفري ازاي والسترين عامل ازاي،
الحاجات دي بتفرق كتير. انت كنت بتقول ان انا بقول الكلام ده للمدرب يا يسمعه يا لا، لحد فين بينفع انك تتدخل او يكون ليك عامل في التشكيله الاساسيه او التغييرات او كده؟ لو المدرب اوبن اللي هو يسمع مننا السبورت ساينس ديبارتمنت، بنبدا نقول له لو انت بتلعب على في الماتش ده ومحتاج مثلا حد في الناحيه اليمين يعمل هاي بريس ويكمل معاك مثلا لحد الدقيقه 60 70، بنعمل ريكومنديشن اللاعب ده كذا، لو انت هتلعب بالراجل ده كذا لازم نحط عينينا عليه بعد الدقيقه 50، ممكن يوصل للريد زون، ممكن يوصل لزون معينه اللي هو بعد كده ممكن يتصاب او ممكن ما تاخدش منه احسن حاجه وممكن نعمل تغيير بعدها. هو بقى ساعتها يقول لك طيب تمام احنا بنقدر نعمل كده وممكن تنبهني ساعتها. بيبقى في بره مثلا في انجلترا كان معانا بيبقى في ووكي توكي وفي حاجات بنقدر نتواصل بقى مع بعض ومع محللين اداء اللي بيكونوا موجودين فوق عشان بيشوفوا اوسع فيجن اوسع شويه، وبنقدر نتكلم مع بعض ونتواصل، وفي الاخر بقول للمدرب المساعد والمدرب المساعد بيقول للمدرب. هي كلها بتبقى مراحل. نقدر نوقف. لو اقول للمدرب الراجل ده دلوقتي لو لعب اكتر من كده هيبقى في دينجر زون، فممكن يحصل اصابه وممكن يتلعب من عليه يبقى خطر علينا احنا. اوكي. ممكن ياخد بيها ما ياخدش بيها، دي برضو بترجع له، دي حاجه فنيه. طب واللي بيساعدك اكتر او بتلاقيه بيسمع الكلام اكتر وبياخد وبيدي معاك، المدرب المصري ولا الاجنبي اكتر؟ لا الاجنبي. الاجنبي؟ انا اشتغلت مع مصريين. لا الاجنبي، انا اشتغلت مع لي كلارك ليجند اوف نيوكاسل، بيسمع وعارف هو بيستخدم كل التولز اللي حواليه ازاي. التولز دي معناها البني ادمين او المساعدين بتوعه بيقدر يستعملهم في ايه وامتى. فالاجنبي لا طبعا. طب شايفنا اننا نقدر دلوقتي في مصر بالتكنولوجي والحاجات ودماغ الناس اللي ابتدت تتغير دلوقتي انها تواكب اوروبا، نقدر نوصل لهم في وقت ما قريب ولا احنا بعاد قوي؟ هو احنا بعاد، يعني احنا كمصر او منظومه هنا في مصر احنا بعاد، بس احنا لازم نبدا نطور، لازم نشتغل على ده، ولازم الناس تشتغل على نفسها، ما تكونش دراسه تربيه رياضيه وتقعد انا تمام انا دراسه تربيه رياضيه. لازم تطور من نفسك، لازم تطلع تدرس بره، مش قادر بره ادرس اونلاين، خد سيرتيفيكيشنز اللي هي تقدر تخليك واقف في الملعب ما تخافش من حد وواثق في نفسك. لازم تطور من نفسك، لازم الانديه تبدا تستثمر في المدربين بتوعهم مش بس في اللعيبه. لو هو شايف ان ده مدرب بوتنشال يقدر يعمل حاجه، لا انا اخد المدرب ده اصفره، انفست فيه، اخليه ياخد كورسات، اخليه يتعلم، اخليه يبقى في ليفل قوي جدا ان احنا نقدر ناخد الكره المصريه لفوق. انت بتكلمني وانت النهارده عندك طياره بالليل رايح المكسيك عندك كورس. فالموضوع مش بس ان جيم ويلا حديد ويلا ارفع ونزل، لا ده في دراسه كبيره. طبعا. اشرح لنا انت درست ايه او قد ايه بتشتغل على نفسك عشان تطور من نفسك. والله يعني بص الحته انا مسافر دلوقتي اخد حاجه في هاي بيرفورمانس كورس من فوتبول انستيتيوت ان مكسيكو، نادي ريفر بليت وبوكا جونيور هيكونوا موجودين هناك، والبرفورمانس دايركتور بتوع الانديه دول موجودين هناك. هنعمل كورس كويس، اعتقد هنقعد 6 ايام. الموضوع اكتر من الجيم. أوكي. الموضوع ديتيلز اكتر من بس جري في الملعب، موضوع ديتيلز اكتر من ان انا اللعيب بتاعي بيجري ليه، الهدف بتاعه ايه، مكانه ايه في الملعب. لازم نزود حاجه في البوزيشن بتاعه، ايه بقى اللي ممكن نزوده وايه اللي نطوره. ده الجزء بتاعي، ان انا ازاي اطور لعيب. انت شفت مثلا النهارده تمرين رمضان كنت واقف جنبه ببص على ديتيلز وبمسك رجله، لا يوصل لدي اتني دي شويه والتحم معاه واوريه، تشرح له الالتحام دوت الشده دي عشان كأن في مدافع بيخبط. ده الوضع بتاعك. فالحاجات دي كلها ما بندرسها وبنحطها مع الكوره، بتبدا تشوف اوت كام جامد جدا وتشوف اللعيبه بتتطور كتير جدا. وعملناها مع لعيبه كتير، وانا يعني ببقى مبسوط لما بشتغل مع لعيبه محترفه زي رمضان، زي طارق حامد، زي كهربا، زي اسامه جلال، زي لاكاي، زي وليد الكارتي. عندنا لعيبه كتير جدا، دودو، احمد فتحي، لعيبه كتير كلها بتمرنهم برايفت كمان مش بس في النادي وبره، عشان انا ببقى عارف. عشان كده بقول لك انا عارف ايه اللي محتاجينه. في النادي هقدر اعمل مع الجروب كذا، وحاجات انديفيدوال مش هقدر اعملها مع الجروب، فباخدهم بره عشان ما يكونش في وقت هناك في النادي. كمان احنا في النادي بنشتغل كتير جدا دلوقتي. كنت بتحكي لي لما كنا مع بعض من كام اسبوع بتقول اللعيبه بتموت. يعني في شغل كتير، مش بدني ولا كوره، شغل منتل ومحاضرات و6 ساعات الموضوع زي اوروبا. بره انت بتشتغل في النادي 8 ساعات فول جوب، انت بتتكلم الفول داي كامل، فده بتفرق كتير يعني. اوكي. طب واحنا بنتكلم كنت بسالك هل ممكن نوصل لاوروبا او لا،
احنا مع بعض كنا في ذا ميكر مع كابتن احمد حسام ميدو، وذا ميكر دي ناشئين، للي مش عارف ناشئين وبندربهم من هم صغيرين من مواليد 2015. فالحته دي شايف انها قدام بقى لو احنا اهتمينا بدي في الناشئين، هل بقى قدام هيبقى في امل؟ قول لي كده، احكي لي عن تجربتك في ذا ميكر مع ميدو. موضوع ذا ميكر اصلا ميدو كان كلمني وانا مع المريخ السوداني وكنت راجع امريكا تاني، واقنعني ان انا اقعد اصلا عشان البروجكت ده. وعملنا اللانشنج وكنت بتكلم معاه في اللانشنج اللي احنا هدفنا خلق جيل فاهم فنيات وفاهم حركات وفاهم يعني اداء حركي، فاهم يعني ايه فتنس، فاهم يعني ايه نوم، فاهم يعني ايه اداء بدني، اداء فني، اسمع من المدرب ازاي. بدانا نشتغل على الاداء الحركي للعيبه من زمان خالص، بدانا نفهمهم يعني ايه يعمل سبرنت والسبرنت ده بيتعمل ازاي، بدانا نفهمهم يعني ايه نعمل تغيير حركه، تغيير الحركه دي بيطلع منين، مش بس من رجلي اركز على رجلي زي ما اللعيبه كلها بتعمل. مش لازم اجري حوالين الملعب زي ما بنعمل تسخين. اللعيبه دلوقتي عندنا الجري حوالين، كنت اسالك برضه يعني في مورينيو غالبا او مدرب كان بيقول انا اللعيب ايه لازمه انه يجري حوالين الملعب، انا لو بضرب لعيب بينج مش اقول له اجري حوالين الترابيزه. بص اشرح لنا ده ازاي اتغير وهنرجع لذا ميكر تاني. انت حته الجري حوالين الملعب دي هو يعتبر اتلغت من العالم كله، بس ممكن تستخدمها وانت بتعمل اكتيف ريكفري، تسخين مثلا كده ولا لا اكتيف ريكفري. التسخين انت مش تجري حوالين الملعب، مفيش. انت عمرك في الكوره ما هتجري بالستايل انت بتجري بيه ده، يعني حتى وانت بتمشي ده كان زمان بدايه التمرينه اجري حوالين الملعب مرتين ثلاثه. لا دلوقتي اتلغى الكلام ده، وحتى انا عملت الكلام ده في زد وعملت بروتوكول كامل للورم اب، عملنا ده في ذا ميكر. ذا ميكر ما بيجروش فعلا. عملنا ده في ذا ميكر دلوقتي، بيعملوا موبيليتي كويسه، بيعملوا دايناميك اكتيفيشن كويس، بعد كده بيشتغلوا بالكوره، بيحس بالكوره، عضلاته كلها بتبدا تحس بالكوره. وطبعا في حاجات بتحصل اكتيفيشن قبل التمرين نفسه، الحاجات دي كلها احنا كنا مركزين عليها انا وميدو من زمان جدا. انا شايف ذا ميكر نرجع لذا ميكر. انا شايف ذا ميكر يقدروا يعملوا حاجه كويسه جدا. ذا ميكر يعني ميدو مختار المدربين على اعلى مستوى، ميدو نفسه بينزل يتكلم ويبدا يحاضر في اللعيبه، مش بيعمل كوتشنج. ميدو لو انت خدت بالك هو بيحاضر مش بيعمل كوتشنج، عشان هو الكوتش لازم يبقى محاضر، لازم يفهم اللعيب اللي قدامه ليه بنعمل ده ووري له. هو ميدو بينزل يعمل كده، انا باخد الكوره بستلم بفتح المسائل جسمي بالانجل دي عشان اقدر اشوف واعمل سكان ورا واقدر ابص الناحيه الثانيه، كله بيبقى بيكوميونيكيت مع بعض. وعويس عامل شغل كويس طبعا هناك، واحمد مجدي طبعا بيروح يعمل سيشنز، انا هروح اعمل سيشنز، والناس برضو كابتن عبد المنصف شغاله هناك، وكابتن عبد المنصف في حراسه المرمى. لا احنا صلاح احنا عاملين شغل محترم، وانا شايف ان شاء الله كابتن طارق شعبان هيتضايق مننا كده. ما انا سايبه ده للاخر مش هيعمل لنا لايك للبودكاست، سايبه للاخر، ده حبيبي، ده المجنون بتاعي، ده اللي بقعد اتناقش معاه على طول في الكوره، بس واعمل عكس اللي بيقولوا لي. لا والله هو بيحب ان انا اقعد اتناقش معاه، يعني مثلا يقول لي الراجل ده فنيا كذا كذا كذا، اقول له طب هو فنيا بيقدر يعمل كذا كذا كذا، بس بدنيا مش هيقدر يعمل كذا، فهو لا، فانا مش هخليه يعمل كذا، بس انا بحب اتناقش معاه، هو مجنون وانا بحب الجنان. فان شاء الله ذا ميكر يعني هيعملوا حاجه كويسه، واحنا دايسين فيها يعني ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. طب وقول لي بقى الشغل مع ميدو، يعني ميدو مش كل الناس، يعني انا عارفه كنت كمحلل قد ايه جامد، وقبل كده عارفه من قبل ما نشتغل مع بعض، بس الشغل مع ميدو بالنسبه لي ممتع طبعا، شخص بروفيشنال قوي. طبعا ميدو كلاعب كوره حاجه لا توصف، يعني انا كنت بحبه جدا وهو بيلعب كوره، وبحبه في تحليل الاداء، يعني تحليل اداء مش تحليل اداء زي طارق، يعني لا، تحليل اداء محلل بيقف عارف ازاي بيتكلم، بيقف على المناطق اللي فعلا الناس لازم تتكلم عليها، في ناس ممكن تخاف تتكلم فيها، هو بيخش في مناطق الزون دي الناس ما تحبش تتكلم فيها او تخاف من اللعيبه. ميدو ما عندوش الحته دي، لا اللاعب ده عمل كذا باسمه الكبير ده عمل غلط، بس هو ليه احترامه كاسم. في ناس كتير بتخاف تعمل ده، فميدو في الحته دي جامد جدا. حته بقى الشغل، ميدو انت ممكن فجاه تلاقيه باعت لك رساله انا عايز برنامج كامل لفرقه كذا فيها كذا 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 النهارده بالليل. عنده بقى ميزه ثانيه، اقول له مثلا لا يا ميدو احنا ممكن نعمل كذا كذا كذا، بس دي مش هتنفع مع الايدج ده، فممكن نرحلها شهرين ثلاثه كمان، دانجن يلا بينا. فالحته دي مهمه جدا. البروفيشنال اللي انا بقول لك عليها، هو رغم كل خبرته عارف ان دي حتتك، بيسيبك تعملها وتتصرف فيها للاخر. طبعا وحتى لما طلعت اتكلمت معاه في الريمونتادا، اتكلمنا على اكتر من حاجه، اتكلمنا على منتخب مصر، اتكلمنا على الاداء الحركي، رحت معانا وكلي كلارك لما كنت شغال في المريخ السوداني،
واتكلمنا على ازاي كنا بنستغل الاداء الحركي لينا وعلينا. يعني لينا بناخد البيست بتاعه، وقدامنا نقدر نعرف الفرقه اللي قدامنا بتتحرك ازاي، ونقدر نحط مين قدامه ونستخدم التكنولوجيا. كان هو الوحيد اللي كان عارف يحاورني فيها، يعني معظم المحاورين كان ميدو تقريبا يعني واحد من افضلهم. عايز اقول لك ميدو بينزل مع اللعيبه الناشئين مواليد 2010 2012 2015 ويتدرب معاهم وزيه زيهم ويسمع هو كل يوم عايز يتعلم حاجه جديده رغم كل كميه المعلومات والخبره اللي عنده. لا ميدو هو اصلا، انت بتتكلم ميدو هو يعني تاخده دلوقتي كرمز تحدي، عايز يخس، عايز يبقى ان شيب كويس، لا هو عايز يرجع فورمه وفي 6 باكس وداخل التحدي بتاع نو فلتر تشالنج ده دخله خلاص بتاع محمد صلاح. هو ما شاء الله عليه جامد وعاوز يعمل حاجه، وهو كان حلمه من زمان ذا ميكر اللي هو يعمل حاجه كويسه. وانا لسه فاكر الرساله اللي بعتها لي ساعه ذا ميكر، وقال لي احنا بنعمل حاجه لمصر لقدام لمده 20 سنه، الناس هتبدا تاخد البينفيت بتاعتها بعد 10 سنين. فالبينفيت بتاعتها بعد 10 سنين مش من ذا ميكر، من قدام اما الناس دي تبدا تطلع تحترف بره وترجع يقول لك ده خريج ميكر اكاديمي. فدي هتفرق كتير جدا، وانا شايف ان شاء الله هيحصل حاجه كويسه من ذا ميكر ان شاء الله. طب ننهي بقى خلاص، ده اخر سؤال. في تريكس كتير بقى وحاجات جديده بنشوفها. يعني انا بدايه البودكاست ده فكرته ان انا لما دخلت مجال الكوره شويه وابتديت اصور في الكوره ومع ميدو، ابتديت اكتشف ان الكوره اكبر بكتير قوي من الساعه ونص اللي هم ال 90 دقيقه اللي بنتفرج عليهم والتاكتكس والحاجات دي. لا ده في ورا بيهايند ذا سين حاجات كتير قوي، وانت جزء كبير قوي من البيهايند ذا سين دوت. فاغلبيه الكلام اللي انت بتقوله غالبا هيبقى جديد بالنسبه للناس، فده كانت فكره البودكاست. فقول لنا بقى شويه تريكس بقى من الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش، اللي تبقى بالنسبه للمشاهد اللي بيتفرج دي حاجات جديده. يعني المشاريب الغريبه اللي بيشربوها اللي لونها ازرق واحمر دي، ده العصير دوت. بص خلينا نخش في المشاريب الغريبه في الحاجات اللي الناس عارفاها. العرق اللي بيبقى عند الناس هنا، الحته دي دايما اللعيبه عرقانه فيها، دي اشمعنى الحته دي مثلا؟ اشرح لنا شويه. هقول لك كل حاجه. خلينا نتكلم على المشروبات العصير اللي انت بتتكلم عليها دي بتبقى ايزوتونيك درينك او ايزوتونيك جيل. بيبقى في جيل بيتاخد زي كارب كده سريع سريع الامتصاص، انت عايزه ياكل عشان يريجنريت تاني ويقدر يبقى عنده طاقه ويبقى فيه باور يكمل في الملعب. فانت عايز تديله طبق باستا مثلا، طبق رز، هيقدر ياكل الكلام ده؟ لا. فانت بتديله الانستنت جيل ده كارب. كارب سريع الامتصاص. بتديله الالكترولايتس هو عشان يقلل شويه التشنجات العضليه، الكرامبز مثلا، الكلام ده. البلاد فلو يبقى كويس، الاداء يبقى كويس، اللاكتيك اسيد ما يتكونش بدرجه كبيره. هديك بقى مثال بقى تاني غريب شويه، ده انا كنت بحفزهم وكنت في امريكا وانجلترا، وهقول لك عارف هتقول ايه. يلا بينا. ماشي. دي جديده قوي دي، اللي هو البيكل جوس. البيكل جوس اللي هو العصير المخلل. ماشي. انهي نوع مخللات؟ بص هو الافضل لونه اخضر، الافضل اللي هو عصير الخيار. انا كنت في امريكا وفي السودان كنت بعمل عصير الخيار مع جرجير وبتضربه مع بعض، وكان بيسميه جرين جوس. وفي اكتر من حاجه بتحط عليها جينجر وكذا، بس ده على حسب الرياضه اللي احنا نلعبها او الاجواء اللي نلعب فيها. ده ابتدوا يستخدموه دلوقتي في اليورو. المنتخب انجلترا مثلا بيستخدم البيكل جوس بس، اللي هو عصير المخلل الخيار، اللي هو الخيار بس. ده بقى بيفرق كتير جدا ان هو اسرع شويه من الميه، بيعمل الكترولايت سريعه بيحفز الاشارات العصبيه بسرعه في البق، فبتوصل بسرعه للعضلات من هنا من المخ للعضلات بسرعه، فبيقلل نسبه الكرامب يعني تقريبا من 35 ل 40%. بيعلي البلاد فلو عشان الجسم يبدا الدم يجري تاني بسرعه. الالكترولايتس اللي فيه بتعوض الاملاح والصوديوم اللي الجسم فقده اثناء التعرق. انا ليه بقى قلت لك انا بحب استخدمه كتير في امريكا وانجلترا؟ علشان حته الكحول، اللعيبه هناك بيشربوا الكحول كتير، فده بيكون بيقدر يقلل من الاثار بتاعه الكحول. وانت عارف في انجلترا وامريكا ده حاجه زي المايه هناك بالزبط. فده بيفرق معانا كتير جدا. حته ابتدوا دلوقتي يطبقوا الفكره اللي انت عاملها من سنين، بنعملها دلوقتي. انا دلوقتي بتتعمل في يورو، عملتها. الناس كانت مستغربه قوي ايه اللي بيشربوه. انا عملتها في المريخ، هبعت لك الفيديو. انا شفت عملتها في المريخ السوداني وفي زد لما وعملتها في زد. وفي لعيبه انديفيدوال بعملها معاهم. دي اصلا كمان انت مش لازم تشربه، انت ممكن تاخده وتسبيرت، يعني انت بس تاخده وتمضمضه وخلاص. زي لو حد ضغطه واطي مثلا بس ده مهم جدا. بس دلوقتي في طبعا بدائل كتير، بس الحته دي زي ما بقول لك بتفرق كتير للاجانب عشان حته الكحول دي شويه، فبيعمل بالانس شويه. حته العرق بقى دي مش عرق. هنا دي ده مش عرق، انا عارف. ده فيبوراب.
ده حاجه منت كده شبه ابو فاس اللي كنا ايوه بنستخدمه هو ابو زمان، فاس بس اسمه فاب راب. بس اتطور. الفيب راب بيتعمل هنا كده وتحت، يعني بيديك احساس ان في اكسجين كفايه بيشموه كده لو ونفس حد كفاية، عنده حاجه ريفريشن، اللي هو بيعمل لك ريفريشن كده، يبقى في حاجه ريفريشمنت معاك في التيشيرت. هو مش عرق بس هو بينزل عليه الميه بيلمع فيبان اللي هو عرق جامد قوي. ايه ده تاني حاجه. تريكس مثلا مثلا الاونو بلاي ميكر اللي هو بيتحط في اللي الكعب، سالتك عليها؟ انت سالتني عليه بس ما عرفتش نجاوب. اوكي. فده برضو يعتبر من التريكس، ده بيقدر يقول لك كام باص اتعمل وكام باص اتعمل ببطن الرجل، كام باص قلش منك كام جه في كعب باص. رجلك، كام باص اتعمل بوش الرجل، القوه بتاعت الباص عامله ازاي، قوه السويرف عامله ازاي. دي برضو بتفرق معانا كتير، ارقام بنضيفها للداتا اللي معانا عشان نقدر نطور. اذا كان محتاج يعلي في الباس اكيورسي، محتاج يعلي في السوينج بتاعه، محتاج يعدل شويه في التكنيك بتاع رجله عشان ما تقعدش الكره تلمس كتير في كعب رجله وهو بيعمل الباص. الكلام ده بيفرق كتير، تركات ببلاش. وانت بتتكلم كده ليه التحليل بتاع الكرة، استوديوهات التحليل ما فيهاش اي حاجه من الحاجات دي؟ يعني ليه بس بيحللوا نفس اللي المشاهد بيتفرج عليه في الملعب؟ ليه ما نضيفش الحته دي ان اللعيب ده لما خرج كانت ارقامه كذا، كانت الميس باس كذا، كان جري كذا فتعب فتغير؟ بص هو في ناس بتتكلم في اللي هو ارقامه، عمل ميس باس كذا وعمل استحواذ كذا، بس ما بيتكلموش ديب ديتيلز انتو ديتيلز، ما حدش بيتكلم كتير ودي مهمه. الديتيلز دي هي اللي بتبني عليها الارقام دي. الديتيلز الصغيره هي سبب طبعا اي نجاح. وانا شايف انها مش موجود ناس كتير تقدر تجيب الداتا دي وتقدر تتكلم عنها، عشان كده طبعا بيحاولوا يبعدوها شويه عشان ما حدش يقدر يتكلم عنها. يعني انت لما تطلع على التلفزيون كمحلل فني وتتكلم الراجل ده جري النهارده 5 كيلو باكسلريشن، الباور بتاعه كان اي رقم، الديسيليشن كان عامل كذا في وقت كذا، الباور بتاعه كان عامل كذا، هتقدر تتكلم في ده في ايه؟ مش تقدر تتكلم فيه فهيبقى شكلك وحش. فبيضطروا نبعدها شويه ونتكلم بس في احصاءات. انا اتبسطت قوي بالحلقه النهارده يا اسلام. انا كمان والله يا جوفاني، يعني انا كنت متخيل ان انا فاهم حاجات، طلعت مش فاهم اي حاجه. لا يا عم انت فاهم يا عم زي الفل. لا بجد مبسوط قوي قوي، وبالتوفيق يا اسلام. حبيبي احنا وانت يا رب. شكرا حبيبي.